في يوم من الأيام أكو شاب عراقي اسمه سبونج فقير وعلى نياته. حب له بنية اسمها سنيسن. سنيسن هاي خبلته تخبل، عندها أخ بلوى ومزعج لدرجة إذا يشوف سبونج يظل يتحارش بيه وضوجه. والمكان الوحيد اللي يلتقون بيه سبونج وسنيسن هو بالزوراء. هو يطلع لهم من جو القاع وما يخليهم ولا ثواني يسولفون، وهالشي سوى هواي مشاكل للطرفين، وخصوصا سبونج ما قدر يسكت على شخص يبعد حبيبته منه، فصاح ابن عمه هو ورا شاشته ام المي وهدوا على اخو سنيسن. وبسبب هالشي انسجن سبونج لمدة 3 ايام، وابن عمه شبعوه كتل حتى بعد ما يعيدها ويفيق على العالم برشاشته ام المي، هو اصلا مصيره زايد عليه. فكر سبونج بطريقة تنهي الموضوع لان تعب كلش من هالشغل، وهو يحب البنية كلش وهي تحبه. حب يأسس بيت وعائلة ويبطل هالسوالف التعبانة، فقرر يشتغل يغسل الماعين في احد المطاعم اليابانية. طبعا الشغلة صعبة لكل معون ياكلون بيه جراد وحياية، واكل هو ما شايفه بحياته. قرر ما يطلع من الشغل ويموت نفسه من الجوع لحد ما يجمع مهر سنيسن اللي هو 1000 دينار. وبعد شغل اسبوع كامل وبدون اي لقمة ياكلها، حصل سبونج 1000 دينار بطلعان الروح بعد ما غسل اكثر من 3000 ماعون. راح مباشرة من الشغل لبيت سنيسن، هو متلهف وحتى قرايبه ما جابهم وياه. بس بالطريق اشتم ريحة غريبة نسيته حتى اسمه سنيسن. باوع وراه كان يشوف مطعم قاسم أبو القص. من شاف المطعم قام داخل بالسقف مال المحل وما حس بالفشخة اللي انفشخها. فكر سبونج وراد يقارب بين الزواج من سنيسن حبيبته وبين لفة القص اللي صار له أسبوع يتمناها. ضرب سنيسن بلوك على الفيسبوك وراح أكل لفة القص وياها زلاطة. وهاي قصة طبعا حقيقية للي يريد يتزوج، خلي يشوف سنيسن لو لفة القص أهم قبل لا يتزوج.